الواحد مش عارف يعمل ايه في جوع نص الليل ده. الجو بقى شتا كده وسقعه، ومش نافع معاه رجيم ولا دايت ولا اي حاجه خالص. طبعا عارفين في الشتا كلنا بنجوع كده بالليل، وبنبقى عايزين ناكل حاجه كده بس تبقى حاجه سريعه. طبعا انا عايزه اكل، ويعني خلاص بقى يعني نركن الدايت والرجيم ده كده على جنب، عشان ايه يعني نخليهم كده في الصيف ان شاء الله. الشتا ده مش نافع معاه ولا رجيم ولا دايت، يعني ما بنقدرش، السقعه بتجوعنا. فانا دخلت المطبخ كده، قلت عايزه اعمل حاجه سريعه كده، فقلبت في التلاجة طلعت منها شويه حاجات. هعمل حاجه بقى معاكم حلوه كده لجوع نص الليل ده. تمام. جبت كده معايا الاول طاسه على البوتاجاز. ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتسمي الله وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قبل ما نبدا الوصفه بتاعتنا. حطيت طاسه على النار، حطيت فيها معلقتين زبده. تقدري تحطي زبده او سمنه او زيت، مفيش اي مشكله خالص. بعد كده كمان معايا حبه من البيض، يعني حبايه بيض واحده، مش حبه يعني شويه، حبايه بيض واحده كده، يعني معايا بيضايه. كسرتها كده في الطبق، وحطيت عليها رشه ملح ورشه فلفل اسمر، وضربتها كويس جدا كده بالشوكه. بعد كده معايا رغيف عيش بلدي من الحلو بتاعنا ده. تقدري تعملي بعيش شامي، باي عيش عندك، اهم حاجه يكون بيفتح كده. جبت البضايه بقى كده، حطيتها في قلب رغيف العيش، وبدات ان انا اوزعها كده بالمعلقه على الرغيف كله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده جبت فلفل رومي اخضر، قطعته لقطع صغيره وحطيته كده برضو في قلب الرغيف. بعد كده جبت كمان حبايه من الطماطم، برضو قطعتها مكعبات صغيره وحطيتها برضو في الرغيف، وزعتها كده. كان عندي بقى زيتون مخلي، برضو حطيت منه كام حبايه كده. عايزه اقول لك الزيتون المخلي ده لا غنى عنه، بجد بيخلي الوصفه تحفه وطعمها جميل جدا. كمان لو عندك شويه جبن تقدري تحطي برضو جبن، هيبقى تحفه. جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، الجبن دي هتعمل معاكي ميكس عالي قوي قوي. تمام. حمرت بقى الرغيف كده كانك بتعملي حواوشي بالظبط. اتحمر كده من تحت وخد لون حلو. رحت قلباه على الجهه التانية كده زي ما انتم شايفين، لما يتحمر من الناحيتين بالشكل ده. عايزه اقول لكم والله ريحته حلوه جدا جدا، جاي يعني مدي شويه كده على ريحه البيتزا. شايفين لما بتعملوا بيتزا؟ بصوا الريحه بتاعتها كاني بالظبط بعمل بيتزا، شم ريحه البيتزا. بجد الرغيف ده حلو جدا، مش هياخد معاكي وقت خالص، وبجد من الوصفات السهله اللي هتنفعك في جوع نص الليل. ان انت تخشي كده رغيف عيش، وعايزه اقول لكم ان انت تحطي فيه اي حاجه، ممكن تحطي اي بواقي عندك في التلاجة. ممكن تحطي كمان معاها لانشون، ممكن تحطي بسطرمه، ممكن تحطي اللهم صل على النبي فلفل الوان، ممكن تحطي فلفل حامي لو انت بتحبي الحاجه مشطشطه شويه. يعني خلاص بقى البيضه هي اساسي معانا، هي الاساس بتاع الرغيف الحواوشي ده او الساندوتش ده. وبعد كده بقى ايه الحشوه زي ما انت عايزه، حطي الحشوه اللي تعجبك. تمام. هنا البيض خرج معايا كده، مفيش اي مشكله، رجعته تاني بالمعلقه اهو زي ما انتم شايفين. وصفه سهله وجميله جدا، ومش بتاخد وقت خالص خالص خالص. بجد كان تحفه. عملت معاكم رغيف تاني اهو، خد لون برضو من تحت، قلبته على الناحيه التانية. والنار عندي هنا عاليه، مش موطيها خالص، لان لو انت وطيتيها رغيف الحواوشي ده هينشف منك. العيش النار بتبقى عاليه. تمام. وهو انتوا عارفين اول البيض الاومليت ما بيشم النار كده بيستوي معايا على طول. تمام. بتحطي بقى اي حشوه تعجبك، لو عندك كمان قطعه فرخه باقيه كده ممكن تقطعيها لقطع صغيره برضو وتحطيها زي ما قلت لك، اي حشوه انت تحبيها. بس بجد بجد الفلفل والطماطم مع البيض، لو عندك شويه جبن هتحطيهم معاهم، هتطلعي بطعم تحفه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، والله اخر جمال واخر حلاوه. عايزه اقول لك ان كمان ينفع تعمليه سندوتشات لاولادك هم رايحين على المدرسه، تغيير بقى عن سندوتشات الجبنه واللانشون والحاجات دي. بصوا الساندوتش عامل ازاي، بجد تحفه. انا بس مش عارفه امسكه عشان سخن. بجد طعمه رهيب جدا جدا، حلو قوي. كمان في قيمه غذائيه عاليه، لان هو فيه خضار وفيه بروتين اللي هو البيض. فبجد يعني وبجد جربوه هيعجبكم قوي قوي قوي. وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وكمان عايزه لايك للفيديو، عايزه لايكات كتير قوي 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 للفيديو ده. وما تنسوش تشيروه مع اصحابكم وحبايبكم واخواتكم، علشان الكل يستفاد بالوصفه الجميله السهله البسيطه دي. واسيبكم بقى في رعايه الله، اشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.